مرحبا بكم مشاهدي كود 212. اليوم غادي نطيحوا القنبله ديال الواقع. واش ممكن الراجل ومراته يعيشوا ب 3000 درهم شهريا اللي هي الحد الادنى للاجور في المغرب؟ الجواب هو ممكن، ولكن قبل ما نبداو خصنا نحددوا قواعد اللعبه. هذه الحياه خصها تكون مبنيه على البركه، وهذا هو الخط الاحمر ديالنا. غادي نشوفوا 4 ديال الطرق والسيناريوهات ديال العيش في المغرب، وغادي نكشفوا الارقام بالتفاصيل، وغادي نحددوا شكون هي الطريق اللي غتربح فيها الاخره قبل الدنيا. اولا المصاريف الثابته 600 درهم طارت. باش تعرف راسك فين غادي خاصك تحيد المصاريف الضروريه اللي ما عندكش كيفاش تلعب عليها. اولا الفواتير الاساسيه اللي هي ضوء والماء والغاز والانترنت الضروري للبحث عن العمل، غنحسبوا ليها 300 درهم. ثانيا المواصلات، طوبيس 200 درهم شهريا، يعني اغلب التنقلات غتكون على الرجلين او الدراجه الهوائيه بيكالا. ثالثا المصروف ديال الطوارئ غنحددوا ليها 100 درهم شهريا. هنا مشات لينا 600 درهم، بقات لينا 2400 درهم للسكن والماكله والادخار. الطريق المحرم الضياع من اجل المظاهر، هنا كاين الجدل الخطير. الناس كتختار المال على البركه، وهذا الشيء هو اللي كيدخل الحياه ديالها في الحرب. السكن بالكريدي الربوي، انت عندك دار ديال السكن الاقتصادي ولكن كتخلص 1300 درهم طريطه، انت كتظن باللي هذه هي الراحه ولكن للاسف انت غارق في الربا. الكارثه الماليه والروحيه، طريطه ديال 1300 درهم زائد المصاريف الثابته اللي قلنا هي 600 درهم كتساوي 1900 درهم مشات. الماكله كتبقى لك فقط 1100 درهم كل شهر. هذه الميزانيه قاسيه جدا وكتخليك ديما على حافه الجوع المالي. الخلاصه انت عندك قفل الدار ولكن ما عندكش راحه البال. الربا كتنقص البركه من ذاك الاكل القليل ومن الحياه كامله. السيناريو الثاني الكراء بالرهن الحرام، انت كتفكر بالمنطق المادي وكتدفع رهن كبير مثلا 5 المليون سلف لمول الدار باش تخلص كراء قليل اللي هو 800 درهم. هذه العمليه فيها الربا. المصاريف اللي عندك 800 درهم ديال الكرا زائد 600 درهم ديال المصاريف الثابته كتساوي 1400 درهم مشات. كتبقى لك 1600 درهم للماكله والادخار. الفخ الروحي، انت عندك اكبر فائض مالي ولكن فلوسك فيها الربا. الرهن كيحبس الفلوس وكيحرمها من النمو في الحلال. الرساله البركه كتهرب من الفلوس اللي فيها الربا. هذا الفائض اللي ربحتيه راه مغشوش. طريق الابطال الصبر والبركه، هنا كاين القوه والكرامه. انت كتخدم بالرزق الحلال وكتزرع بالصبر باش تحصد البركه. السيناريو الثالث الكراء بالحلال تحدي المثابره، انت كتعيش اصعب امتحان ولكن كتخدم بشرف. الكرا ب 1200 درهم بارتما جوج بيوت. الميزانيه 1200 درهم ديال الكرا زائد 600 درهم ديال المصاريف الثابته كتساوي 1800 درهم مشات. كتبقى لك 1200 درهم ديال الماكله والادخار. 1000 درهم غدير هذه الماكله البسيطه المباركه و200 درهم ديال الادخار لبدايه مشروع. الامل الضغط المالي هنا هو اللي غيدفعك للمثابره. هذا التحدي غيربي فيك قوه الاراده. خاصكم تخدموا بعقليه الفريق وتفكروا في المدخول الثاني الحلال. السيناريو الرابع مول الدار ورثها، انت عندك افضل بدايه ممكنه. سكن ورثتيه يعني عندك حريه ماليه كبيره. الميزانيه عندك 0 درهم في الكرا زائد 600 درهم ديال المصاريف الثابته كتعني 600 درهم مشات. كتبقى لك 2400 درهم كامله للمصروف والادخار. خطه العمل 1200 درهم للماكله، ماكله صحيه ومريحه بدون حرمان، و1200 درهم كامله للادخار. القوه، هذا المبلغ خاصو يكون الوقود ديال المشروع ديالكم. ادخار 1000 درهم شهريا كيعني انك غتجمع 20000 درهم في اقل من عامين. هذا المبلغ كافي باش تبدا مشروع صغير ناجح وبدون كريدي. الخلاصه النهائيه الامان في البركه وليس في الكميه. خوتي الخلاصه واضحه، الفقر المؤخذ في سبيل الحلال خير من الغنى الدائم في الحرام. الربا الكريدي او الرهن كتعطيك دار خاويه من البركه. الصبر الكراء بالحلال كيعطيك بيت صغير وعامر بالبركه. ما تخليش الضغط المادي يغلبك. الايمان الصبر والمثابره على الرزق الحلال هي مفاتيح السعاده الحقيقيه في الدنيا والاخره. الرزق القليل فيه بركه خير من الكثير اللي ما فيهش بركه. سؤال كود 212 لكم، الا كنتي في السيناريو ديال واحد الكاري ب 1200 درهم بالحلال، شنو هي اول مهاره حلال غتعلمها انت ومراتك باش تزيدوا الدخل ديالكم؟ جاوبونا في الكومنتيرات، ديروا لايك وابونيو وبارطاجيو هذا الفيديو باش الصوت الحقيقي يوصل.